السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم خوتي خواتاتي؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وما ننساش مهماتي كنبوس على ايدياتكم. كي دايرين مع هاد الشتيبه ومع هاد البرد؟ الله يدخل علينا هاد الرزيق هذا اللي نزل علينا بالخير وبالتيسير وبالصحه يا ربي الجيده، والله يشافي جميع امه محمد يا ربي. اليوم اختي جيت وما جيتش بيدي خاويه، جبت لكم وصفه خطيره مطرطقه. انت مهمتي تقدر ديريها لبنتك اولا توريها لبنتك باش ديرها. انت خويا كذلك عندك العكس في الزواج، بغيتي تزوج بشي بنت الناس اللي درويشه وتحافظ على دارك وتصون دارك وتصونك وتدخل عليك بالخير وبالتيسير. وحتى انت يا اختي اي وحده فينا كتبغي واحد السند في الحياه ديالها، واحد الزوج صالح اللي يوفر لها اي حاجه بغات، يتهلا فيها، يكون معاها، يكون السند ديالها. جبت لك اختي هاد الوصفه مطرطقه خطيره ان شاء الله. غادي تحتاري، غادي يوليو الرجال اللي يدقوا في باب داركم، غادي اختي تحتاري، ما غتعرفيش شكون تختاري. المهم اختي، هاد الوصفه هذه بالنسبه للبنات مثلا اللي عندهم 40 سنه ومازال ربي ما كتبش ليهم، بالنسبه للعواتق يعني اللي كتعرف على الرجال وداك الشيء ولكن باغيين غير يتفلاو، بالنسبه للرجال كذلك ما عندهم زهر، عندهم العكس، ما كيلقاوش داكشي اللي يعني اللي باغيين. اي راجل تيبغي واحد البنت اللي تصون ليه دارو وتصونو وتحافظ عليه وتكون بنت طيبه وخلوقه ومحتشمه، وكذلك البنت اي واحد فينا كيتمنى داك الانسان اللي غيكمل مع حياته يكون فيه الخير والتيسير ويكون ولد الناس ولا بنت الناس. المهم ندخلوا في الموضوع. هاد الوصفه كيف ما كنقول لكم دائما في الفيديوهات ديالي، النيه، دائما ندير النيه في الله، لانه حنا فقط سبب، اما الكمال لله، ربي اللي كياخذ وربي اللي كيعطي. اول حاجه كنقول لكم النيه. يوم الخميس ان شاء الله غادا تخرجي، تكوني نقيه، غادا تخرجي، غادي تمشي تقداي التمر. غتشوفي شي تمر اللي يكون زوين، يعني من النظره كيبان زوين وتيبان كيشهي، يعني ملي كتشوفي داك التمر كتلهفي عليه والشهيه ديالك يعني كتفتح، كتقولي داك التمر غزال. وتنت خويا كتاخدي كيلو ديال التمر بلا ما تساوي، بلا ما تقولي ليه بشحال اولا رد لي الصرف، كتقولي خويا عبر لي واحد كيلو ديال التمر، كيعبر ليك، كتعطي ديك 50 درهم وكتزيدي خلفه مع الطريق. واخا يهضر معاك ما تدوريش، ما تلفتيش نهائيا. وانت كذلك اخويا اللي كنتي غدير هاد الوصفه هذه، كتجيبي داك التمر كتغسليه مزيان، كتمسحيه وكتنظفيه من البقايا ديال الماء وداكشي، وتديريه في شي طبق ولا شي طبسيل وكترشي عليه شويه ديال الزهر، غير شويه، ومن بعد كترشي عليه 3 الحبات ديال الورد و3 الوريقات ديال الحنه، وكتقراي عليهم اختي سورة الرحمن 7 ديال المرات. سورة الرحمن راه معروفة أنها هي عروس القرآن، كتقراي عليهم 7 ديال المرات وكتبيتيهم ديك الليلة. الغد إن شاء الله كيكون يوم الجمعة، كتفيقي بالنية ديالك، ولا انت خويا انت كتفيق بالنية ديالك، كتسناي وقيته ديال الظهر. الرجال مثلا انا غنعطي البنت، الرجال ما كيمشيو يصليو الوقيته اللي غادي يخرجوا فيها، كتخرجي كتلبسي الحجاب ديالك، كتخرجي بداك الطبق ولا بداك الطبيسيل ديالك وتتفرقي على هذوك الرجال، كتوكلي على الله وتتقولي بسم الله بداك النيه انه ربي يسخر لك في الزوج الصالح، وتتفرقي دوك التميرات على هادوك الناس، على هادوك الرجال اللي خارجين من المسجد. ما قدرتيش نسي صيفطي باك، صيفطي امك، صيفطي خوك، المهم انت تكون عندك نيه زوينه بسم الله، وكتفرقي داك التمر وتجي في حالاتك. كذلك اخويا انت اللي كتطبق الوصفه، ولكن تقدر تعطيها لماماك الا ما بغيتيش تمشي انت، تعطي داك الطبق ولا داك الطبيسيل لماماك، والوقيته ديال الظهر ملي كيخرجوا العيالات من الجامع كتفرق عليهم دوك التميرات بالنيه ديال مثلا الولد ديالها ربي يسخر ليه في واحد بنت الناس اللي تكون درويشه وتكون جميله بحال دوك التميرات. خديتي التمر زوين، ربي غادي يجيب لك الخير وغادي يجيب لك واحد السيده اللي زوينه وغزاله، لا في الكلام ديالها لا في القلب ديالها لا في الوجه ديالها، ان شاء الله ربي غادي يسخر لك. وهاد الوصفه راه خطيره ومضمونه. ربي ولد اخويا
غادي شي الفال كيف غنقول لك ولد الناس. شوف اخويا، هاد الوصفه قسما بالله الا مضمونه وزوينه بزاف، وربي غادي يسخر لك في بنت الناس في داك الاسبوع، غيسخر لك في شي بنت الناس اللي غادي تكمل مع الحياه ديالك. وانت كذلك اختي، ربي غادي يسخر ليك في ولد الناس اللي اختي غادي تحتاري. ما غيجيكش واحد ولا جوج، غيجيوك ان شاء الله 3 ولا 4، وكلهم غادي يكونوا بديورهم، بالرزق ديالهم، بالخدمة ديالهم، بالأخلاق ديالهم. غادي يكون فيهم جميع المواصفات اللي أي وحدة كتمناها. ايوا اختي، شنو كتساليني اختي نحط لك الوصفة وانتيا بطبيعة الحال ديريها، ولكن بالنية. كيف ما كتشوفوا انا الوصفات ديالي دائما كندير فيهم كلام الله عز وجل، لانه ما كاين محسن من الله سبحانه وتعالى. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالك، وطبقي اختي، ديري النيه ديالك وطبقيه، ورد عليا الخبر. دابا شوفي الفيديو، خلي واحد التعليق زوين وجربيها، ورد عليا الخبر. ملي تزوجي عرضي عليا العرس ان شاء الله. اي والله ييسر لكم كاملين، جميع البنات العويتقات العزبات، الله ييسر لكم والله يفرحكم. وهاد الوصفه تقدر ديرها حتى المراه المطلقه حتى هي ديرها، فقط توكلي على الله وربي غادي يجيب التيسير. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وخليوا لي واحد التعليق زوين في حالكم، وان شاء الله غادي نبقى نحط لكم وصفات جد رائعة وجد فعالة ومجربة ومضمونة. يلا السلام عليكم.